ساعات كلنا بنبقى محتاجين في وقت من الاوقات حاجه حلوه بس مش متاحه دلوقتي، فانا لقيت شركه معينه بتعمل المنتجات دي. المفروض انها حلويات مجمده بتتشال في الفريزر ومده صلاحيتها 3 شهور. وقت ما بتحب بقى تاكل حاجه حلوه بتطلعها وتسخنها وتستخدمها يعني. فقلت اجرب منها حاجتين واقول لكم اذا كانت حلوه فعلا زي ما بنجيبها طازه وكده، ولا الموضوع ما يستاهلش التجربه يعني. الشركه دي اسمها ديكس. انا جبت منها المولتن كيك، وجبت منها الكوكي لافا كيك. بصوا شكلهم كده، الاتنين من نفس الشركه. مكتوب عليهم التعليمات انك انت بتخرجها دي بتسيبها 15 دقيقه بره الفريزر الاول، وبعد كده بتسخنها في الميكرويف 60 ثانيه وبتبتدي تستخدمها. دي بالنسبه للمولتن كيك. اما بالنسبه للكوكي لافا، المفروض ان احنا بنخرجها 5 دقايق بس بره الفريزر، وبعد كده بنحطها في الميكرويف 60 ثانيه دقيقه برضو، وبعد كده بنستخدمها. انا الحقيقه مش عارفه، زي ما قلت لكم انا اول مره هجربهم معاكم، مش عارفه اذا كانوا فعلا بديل لان احنا نشتري حاجه طازه في وقتها ولا لا. فهنجرب ونشوف. انا طلعتهم بره الفريزر. هروح اسخنهم دلوقتي في الميكرويف، كل واحده فيهم دقيقه زي ما مكتوب عليهم، وهنجربهم سوا واقول لكم رايي بصراحه. استنوني اروح اسخنهم وارجع. صح، قبل ما اسخنهم انا نسيت اوريهولكم من جوه. دي كوكي لافا، الباكج بتاعها شكله حلو بصراحه، وانا هفتحها واوريها لكم. بصوا هي من جوه عامله كده. بصوا شكلها عامل كده، هي لسه مجمده جامد يعني. دي ممكن تكون محتاجه تستنى شويه كمان لانه مكتوب 5 دقايق بس هما فاتوا، فانا هحطها في الميكرويف واشوف هتطلع ازاي. دي كوكي لافا المولتن كيك، المفروض تستنى 15 دقيقه. بصوا شكلها، انا جبتها زي ما قلت لكم، شلتها في الفريزر بقالهم كذا يوم يعني، وحبيت النهارده ان انا اكل حاجه حلوه، وبصراحه ماليش مزاج اطلب حاجه من بره، فايه قلت اجربهم معاكم ونشوف اذا كانت تجربه تستحق ولا لا. دي شكل المولتن كيك، شكلهم حلو. المهم بقى طعمهم، فانا هروح اسخنهم وارجع لكم. بصوا يا جماعه، انا سخنتهم زي التعليمات اللي مكتوبه بالظبط، كل واحده فيهم دقيقه. وده شكل الكوكي لافا، ودي شكل المولتن كيك. المولتن كيك طلعت شوكولاته من تحت اهي، متفائله بيها جدا وريحتها حلوه. الكوكي لافا ريحتها وشكلها حلوين، بس انا مستغربه من كميه الدهون اللي نزلت منها. بصوا كل دي سمنه نازله منها، انا مستغرباها جدا، فمش عارفه مقلقه. هندوقهم مع بعض ونشوف. المهم طعمها. بصوا بصوا يا جماعه، شايفين؟ انا عايزه اقسمها لكم من النص. هي فيها كميه شوكولاته كتير، ومن جوه كمان فيها شوكولاته. بصوا كميه الشوكولاته اللي من جوه، فيها شوكولاته كمان جوه هنا. تعالوا ندوقها. بسم الله. مستغربه قوي من كميه الدهون دي بصراحه. بسم الله. لا استنوا بقى. بصوا يا جماعه، ما كنتش متفائله بيها، بس هي بجد طعمها حلو قوي. طريه قوي، طريه مش ناشفه، وفيها غير الشوكليت شيبس اللي بره دي، فيها شوكولاته سايحه كتير جوه، يعني من جوه فيها كميه شوكولاته كتير. طعمها غني قوي بس تقيله قوي، يعني مش عايزه واحد بس هو اللي ياكلها. واضح اظن من الدهون اللي نازله منها يعني، بس هي طعمها حلو بصراحه. فالكوكي لافا الكوكي لافا كيك عدت من الاختبار وفعلا حلوه وتستاهل انها تتجاب تاني. تعالوا بقى نجرب المولتن كيك. تعالوا نفتحها من النص.
يعني هي ما نزلتش شوكولاته كتير زي انا كنت معتقده. يعني كنت فاكره ان انا هفتحها بقى هينزل منها شلال شوكولاته، لا هو كميه نزلت منها في الاول باينه عندكم هنا، هما الحبه دول بس فمش كتير. المهم طعمها، تعالوا ندوق. بسم الله. سخنه قوي. يعني المولتن كيك ما عجبتنيش قوي. استنوا. لا المولتن كيك الكيك نفسه جودته ما عجبتنيش قوي، طعمه مش ألذ حاجه. لما اتحط في الفريزر وطلع بقى بايش كده شويه، فطعمه مش احلى حاجه، والشوكولاته اللي فيه قليله برضو. فلا ده ممكن ما اجيبوش تاني، او هو انا اكيد مش هجيبه تاني المولتن كيك. لا انما الكوكي لافا على عكس توقعاتي تماما، حلوه جدا. و لا دي هجيبها تاني، دي اكيد هجيبها تاني. بس كده دي كانت تجربتي في الحلويات المجمده من شركه ديكس. سواء المولتن كيك او الكوكي لافا، انا عجبتني دي اكتر من دي مش هجيبها تاني، ودي اكيد هجيبها تاني. بس كده، باي باي.